انا قريت خبر نزل واحنا على الهوا ان انت وقعت رسميا لنادي انبي وانتقلت اليه بشكل رسمي، صحة هذا الخبر؟ لا يا كابتن، ما فيش. الكلام ده عباره عن بس تكهنات وعروض في النادي زي الاهلي والزمالك وما فيش يعني في دراسه بس للعروض الفتره دي. انا بعد ما الموسم انتهى بمباراه الاهلي في الكاس، انا قعدت مع الناس عندنا في الاداره واتكلمنا ان انا يا جدعان عندي عروض وعايز امشي، يعني ده حق الطبيعي. نعم. فالناس قالوا لي طيب ايه العروض اللي عندك؟ قلت لهم في عروض وصلت لكم النادي زي الاهلي والزمالك، وفي انا عندي عرض بره مصر لسه واصل لي بصراحه امبارح، يعني وكيل اعمالي جاب لي العرض ده، والناس فريق في قطر. نعم. وفريق كويس جدا في انديه المقدمه هناك، ولسه مكلمني وعارض يعني مبلغ خيالي للنادي عشان الاستغنى بتاعي، غير المقابل المادي اللي انا طبعا هحصل عليه. ده في قطر بتقول قيمته كبيره بقى، يعني عقد البتروجيت؟ بص حضرتك، هو دي كلها عروض. انبي زيه زي الاهلي والزمالك، في عروض في النادي داخلين الرسمي للنادي ان احنا عاوزين نحصل مثلا على خدمات اللاعب محمد شعبان، وبفاكس رسمي عادي للاداره، والاداره بتدرس العروض دي. طب يا محمد، يعني اللي احنا برضو لمسناه ولمحناه ان نادي بتروجيت ممكن يوافق على رحيل اي لاعب، لكن لانبي تحديدا. يعني انا عندي خبر حتى بيقول ان في تعليمات من السيد وزير البترول ان وليد سليمان انضمامه للاهلي او الزمالك مستحيل، لكن ممكن المنفذ الوحيد لرحيله سيكون نادي انبي. نفس الشيء اعتقد بالنسبه لك. هل هي دلوقتي سياسه داخل نادي بتروجيت ولا هذا الكلام غير صحيح؟ بص هقول لحضرتك حاجه، يعني انا هكلمك عن نفسي. نعم. مع احترامي للناس المحترمه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي، والناس دي انا كنا لها كل الاحترام، لكن السياسه دي مش هتمشي على لاعب ما عندوش رغبه اللي هو يلعب في مكان معين. نعم. ولو كان المكان ده حتى بتروجيت. نعم. يعني انت يا محمد، يعني فكره ان انت تلعب في انبي حتى مش رغبتك؟ لا، ممكن تكون رغبتي. الناس دلوقتي انا اللي هيحققه لي انبي، اللي هيحققه لي اهلي وزمالك، لو هيحققه لي انبي، ما انا هروح انبي. طب كلمه يحققه لي ايه؟ يحقق لك ايه؟ اللي هو كفلوس؟ ان انا هكون بيه مرتاح. امور بقى ماديه دي هتبقى حاجه شخصيه بالنسبه لي، امور معنويه هتبقى ليا مثلا حاجات معينه هكون انا هقدر العب بيها، هتحققها لي بتروجيت، هقعد في بتروجيت. نعم. انا طموح صحيح وعاوز العب في فريق بطوله والكلام ده. هم عندهم دلوقتي 3 عروض، اهلي وزمالك وانبي. نعم. هيدرسوا العروض. طب يا محمد، يعني العروض كلها جايه بالقيمه الماديه للنادي بتروجيت، ولا كلها عروض بس رغبه في التعاقد معاك؟ والله بص، انا يعني في فاكسات انا شفتها وفي فاكسات انا ما شفتهاش. يعني اللي شفته اللي هو بتاع ايه؟ انا شفت فاكس نادي الزمالك، يعني كان عباره عن، يعني كان شامل الفاكس كابتن سيد حمدي وكابتن وليد، وطبعا هيبقى في مبادله ببعض اللعيبه من نادي الزمالك ومقابل مادي. بس مش مكتوب في الفاكس قيمه المقابل ده؟ لا. وفاكس طبعا النادي الاهلي ده كان كلام مباشر مع ناس من مجلس الاداره هنا ومجلس الاداره هنا. نعم. ونادي انبي طبعا برضو عباره عن، طبعا انت عارف ان هي يعني قريبه من بعضها، طبعا هو مش اداره واحده صحيح، لكن قريبه من بعضها. وزاره واحده مش اداره واحده. لا هم مش اداره واحده. لا، وزاره واحده. وزاره واحده. فانا الناس اتكلموا معايا في انبي، اللي طبعا المحترم جدا اللي انا بكن له كل الاحترام وبحبه على المستوى الشخصي بعيد عن الكوره كمان، كابتن علاء عبد الصادق. نعم. وهو اتكلم معايا، قلت له يا كابتن بصراحه يعني نادي انبي ونادي بتروجيت ونادي الاهلي ونادي الزمالك على الاقل بالنسبه لمحمد شعبان كلهم متساويين، المكان اللي انا هبقى فيه مرتاح انا هقعد فيه يا كابتن. طب يعني انت بقى شايف راحتك هتبقى فين؟ راحتي يا كابتن، انا في حاجات انا طالبها من بتروجيت، لو الناس حققوها لي انا هتقعد في بتروجيت؟ هقعد في بتروجيت. الحاجات دي اكيد الحاجات دي، لان في مشكله حضرتك ما انتش فاهمها يا كابتن. فهمني. فكره الرحيل ممكن تكون مرفوضه اصلا من بتروجيت. يعني انت ممكن تبقى عايز تكمل؟ مش يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عاوز اروح اهلي او زمالك. النادي نفسه مش موافق تقصد؟ النادي ايوه. في الحاله دي لو هيبقى فيه امور مثلا هتريحني وهتعوضني عن ان انا هتقعد. هقعد. طب بس يا محمد، انت بتتكلم كده وكأن عقدك منتهي. يعني انت في النهايه افرض بتروجيت قال لك مش هنوافق لك على الانتقال لاي نادي، وفي نفس الوقت مش هنزود مرتبك ومش هنعمل اي حاجه، انت مضطر بالالتزام لان انت خلاص اعمل ايه؟ اقصد ان انت
اقصد ان انت الناس مضطر عرفوني من خلال بتروجيت، والناس وانا رحت منتخب مصر من خلال بتروجيت وعملت موسم كويس. يعني اقصد يا محمد ان حتى بتروجيت انت بتقول في حاجات لو بتروجيت عملها لي انا هقعد. لا بس يعني في حاجة يعني انت في جميع الاحوال بتروجيت هو اللي متحكم فيك، انت مش متحكم في قرارك. بس هو فكره الرحيل دلوقتي في الوقت الحالي بدات تدرس، يعني لانها زمان ما كانتش بتدرس خالص، اللي هو ما فيش مع حد هيمشي. دلوقتي بدات الامور يعني انت بدات تشعر الامور افضل شويه في مساله فحتى انا بعد مباراه الكاس اللي هو بتاعت النادي الاهلي انا قعدت مع الناس والناس متفهمين الامور. طب يا محمد عايز اسالك، هل اداره بتروجيت يعني انت عايز اللي انا افهمه منك ان اداره بتروجيت يعني في طريقها للموافقه على رحيلك انت ووليد سليمان وسيد حمدي مثلا؟ بص انا قلت لحضرتك انا اتكلم عن نفسي لان انا ما اعرفش ظروف الاخرين، يعني لان انا بتكلم انا قعدت مع الناس شخصيا انما ما اعرفش وليد. طب انت لما قعدت مع الاداره في نادي بتروجيت حسيت ان هم ممكن يوافقوا ان انت تمشي؟ بص انا قعدت السنه اللي فاتت بعد خلينا بس في اليومين والناس قالوا لا مفيش ماشي. طب دلوقتي السنه دي قالوا لا في تفكير وهنشوف الصالح ايه اللي احنا شايفينه وهنكلمك فيه. طب هل يعني قالوا لك مثلا ممكن تمشي بس تجيب رقم كذا للنادي ولا ما اتكلموش في ارقام؟ هم ما اتكلموش في فلوس، لكن انا اكلمك برضو بصراحه هو الاقرب انبي. الاقرب انبي هيدفع كام بقى؟ لا فلوس، لا فلوس انا مش هتكلم في فلوس. لا مش ليك انت، مش ليك انت، يعني مش عايزين نتكلم عليك انت، لكن انا بتكلم على النادي بتروجيت. انا برضو ما اتكلمتش في مبلغ معين، لكن انا لما قعدت مع الناس قلت لهم انا يعني هتعامل زي مثلا الفئه الاولى. لا انت مش فاهمني يا محمد، انت ربنا يديك المبلغ اللي يرضيك، لكن انا اقصد النادي بتروجيت هل حدد مبلغ قيمه يحصل عليها من النادي اللي انت هتروح له؟ يعني قال مثلا لو النادي دفع لك 5 مليون اتفضل ممكن تمشي يا محمد، يعني ما حددوش رقم معين؟ لا ما هو ده كان طلبي انا كمان، اللي هو انتوا عايزين فيا كام، يعني عشان حتى لما اجي اتكلم مع الناس ابقى عارف هم عاوزين كام، فهم ما حددوليش مبلغ معين. انا اعتقد مش اقل من $1,000,000 يعني 5 مليون 6 مليون. بص يا كابتن هو انا اقول لحضرتك برضه عشان مثلا ايه انا بحب حضرتك. هو الاقرب هيبقى نادي انبي عشان برضو اكون صريح معاك، لان في اكتر من 5 لعيبه في قطاع البترول كله جاي لهم اهلي وزمالك. نعم. فطبعا هتبقى القصه جامده جدا لو فرطوا في لاعب واحد. وطبعا يعني انا شايف ان القصه هتبقى قريبه لانبي اكتر، وانا شايف ان انبي برضو كيان كبير وهتمضي مع انبي 3 سنين المفروض لو حصل يعني. ولا يقل طبعا عن نادي الزمالك والنادي الاهلي، وهبقى فيه مرتاح. طبعا في النهايه الانديه دي كلها بقت انديه بتنافس لكن لا تحقق البطولات برضو، ما تنساش ده. ماشي ما على حتى الزمالك ما بيحققش البطولات، يعني هو لو عايز بطولات يبقى الاهلي عشان نجيب من الاخر. طب ما في نادي كويس قوي زي ما قلت لحضرتك، نادي برضو يعني من انديه القمه في قطر، وان شاء الله الامور تمشي. لسه مكلميني دلوقتي وانا بعرض الامور في خلال الايام. والله انا في رايي لو تاخد تجربه احتراف على الاقل لو لموسم واحد اعتقد ده هيبقى شيء كويس جدا بالنسبه لك. والله ربنا يكرم، حتى المبلغ اللي الناس عرضاه يعني بتتكلم في مبلغ خيالي، ما لما سمعته حتى قلت يبقى ان شاء الله اكيد هيوافقوا. يعني مبلغ خيالي للنادي؟ ايه للنادي ولا ليك؟ للنادي. كام مثلا 2 مليون دولار مثلا؟ هما بيتكلموا في 175 مليون 750 بتوصل ل 2 مليون ان شاء الله. 2 مليون دولار ولا يورو ولا ايه؟ لا دولار. الناس يعني بتتكلم ممكن يبقى 10 مليون جنيه تقريبا. الناس معاها فلوس هناك يعني. اعتقد يعني رقم كويس جدا، واعتقد ان هيبقى في مصلحه لبتروجيت ومصلحه ليك انت شخصيا، هتبقى يعني هتبقى احترفت على الاقل سنه، شفت الدنيا ماشيه ازاي، ممكن تنتقل لنادي. لسه الناس مكلماني امبارح بس يا كابتن، فانا وصلتهم ببعض، فربنا يكرم ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله يا ابو حميد. لكن انت تؤكد، محمد شعبان يؤكد انه حتى الان لم يقم بالتوقيع رسميا لاي نادي سواء انبي او غيره. شكرا جزيلا لك محمد شعبان لاعب نادي بتروجيت. كابتن عماد سليمان اعلن رسميا استقالته من تدريب نادي الاسماعيلي وعدم الاستمرار